السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة كده جميلة. اتمنى حبايبي لو اول مرة بتشوفوا القناة تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر اللايك فضلا وليس امرا. اتفضلوا معايا نبدأ. بسم الله. معايا المقادير بتاعتي، طبعا المقادير ديت لصاج هعمله في صاج. تمام. المقادير بتاعتي: كيلو من دقيق البسبوسة، كوبايتين من اللبن الحليب، كوبايتين سكر، كوباية سمنة، نص كوباية زيت، كوباية جوز الهند، نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر، باكو فانيليا، وممكن نستخدم فانيليا السايلة بتبقى حلوة جدا، وممكن كمان نستغنى عن البيكنج باودر. تمام. مقادير الشربات: 4 كوبايات سكر، 3 كوبايات مية، عصرة نص ليمونة، وفانيليا. تمام. نبدأ دلوقتي نعمل الشربات مع بعض. بنزل بال4 كوبايات من السكر في الحلة معايا. بسم الله. نزلت ب4 كوبايات من السكر، هنزل عليهم ب3 كوبايات من المية وهحطهم على النار لحد ما يغلوا، وببدأ احط عليهم عصرة النص ليمونة، وممكن كمان نحط سنة صغيرة جدا من ملح الليمون، بيبقى في منتهى الجمال حقيقي، ساعات بستخدمه، بس الليمون مادام موجود بيبقى حلو جدا. وبعدين بحط عليه نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، بتبقى حلوة جدا وبتدي لون جميل جدا للبسبوسة بتاعتنا. تمام يا حبايبي، دلوقتي ببدأ بخلط معايا المواد السايلة مع بعض. بنزل معايا باللبن، وبنزل بالسكر، وبنزل بجوز الهند، وبقلب معايا كويس جدا. اهم شيء ان احنا نقلبه كويس جدا وندوب معانا السكر. هبدأ معايا في الطبق ببدأ بنزل معايا بدقيق البسبوسة. طبعا يا جماعة ننقي نوعية دقيق بسبوسة جيدة من عند عطار يكون واثقين فيه. تمام. بنزل عليه بالزيت وبنزل بالسمنة. تمام. وبركنه على جنبه، وبدهن معايا الصاج بتاعي بمسحة من السمنة بالشكل ده كده اهوت من الأرضية والجوانب، علشان أضمن إن صينية البسبوسة بتاعتي تبقى جميلة جدا ومتبقاش لازقة معايا، وتاخد لون جميل جدا من تحت ومن فوق. تمام. وبسيبه لما ينشف تماما. ومعايا البسبوسة بتاعتي. تمام. دي البسبوسة بتاعي انا حطيت عليه نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر طبعا، وبس نسيت الحتة ديت اتمسحت. ببدأ ان انا بقلب معايا دي البسبوسة مع السمنة والزيت، ببسهم كويس جدا، بخليهم زي حبيبات الرملة المبلولة بالشكل ده كده اهوت. لازم يتبسوا زي ما بنبس الكحك يا جماعة بالظبط. تمام كده بسيت معايا بالشكل ده كده اهوت، وبقيت معايا زي حبيبات الرملة المبلولة. تمام. حطيت معايا الخليط بتاعي السابق اللي انا حضرته معايا، اللي هو جوز الهند واللبن معايا والايه و... والسكر. تمام. قلبتهم، وطبعا وصوابعي بتبقى مفتوحة، ما بقاش قافلة صوابعي ابدا بالشكل ده كده اهوت. وببدأ بلم بس معايا الخليط بتاعي، ما بعجنهوش. تمام. وبحطه معايا في الصاج، وبضغط عليه ضغطة بسيطة جدا، ما بضغطش جامد عليه. تمام. وبكون مشغلة معايا الفرن بتاعي، وبدخل البسبوسة بتاعتي في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180، تاخد اللون الجميل ده كده. بسم الله ما شاء الله. لو لقيتيها ما خدتش لون معاكي بتشغلي من فوق الشواية، بنشغل احنا مروحة. تمام. تاخد اللون الجميل ده. بسم الله ما شاء الله بالشكل ده كده اهوت. ومعايا السيرب بتاعي ما بيبقاش تقيل ولا خفيف، بيبقى وسط معايا للبسبوسة. تمام. ببدأ بسقي معايا البسبوسة بالشكل ده كده اهوت. بسم الله ما شاء الله. طبعا بتشرب معايا السيرب بتاعها. طبعا من علامات نجاح البسبوسة ان هي تشرب السيرب بتاعها بالشكل ده كده اهوت. تمام. لو ما شربتش تبقى البسبوسة بتاعتك مكتومة. تمام. البسبوسة بتاعتي هحطها في الفرن. طبعا الفرن طفيته، بدخل البسبوسة بتاعتي في الفرن وهو مطفي،
وبسيبها لحد ما تبرد تماما، وبعدين بنشوفها عشان نقطعها ونشوفها مع بعض. وبكده البسبوسة بتاعتي بعد ما شربت بسم الله ما شاء الله وبردت بقت معايا جميلة جدا يا جماعة، وريحتها جميلة جدا. بنقطعها وبنشوفها وبنشوف السوا بتاعها من فوق ومن تحت. حقيقة عجبت كل اللي دقها. حاجة كده جميلة جدا يا جماعة، لونها جميل جدا وطعمها وريحتها جميلة جدا. أتمنى لو الطريقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو وتشيروا الفيديو عشان غيركم يستفيد، وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين في القناة، وتفعلوا الإشعارات على الكل علشان يوصلكم كل جديد بينزل على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.